أغرب السجون اللي ممكن تسمعها بحياتك. سجن سان بيدرو في مدينة اللاباز وتحديدا في دولة البولوفيا، واحدة من أغرب السجون اللي ممكن تسمعها. تخيلوا أول ما تدخلوا على سجن رح تشوفوا سوق، عربات الأكل، أطفال بيلعبوا، مسابح، نساء مع أزواجهم داخل السجن. أنتم متخيلين يا جماعة الخير؟ الغريب ما في ولا شرطي داخل السجن، كلهم خارج السجن عند الباب، ويلي بيتحكموا بالسجن سان بيدر هن السجناء ذات نفسهم. السجناء بيشتروا غرفتهم كأنها شقة، في أحياء غنية وفي أحياء صغيرة، يعني كأنها حي كامل أو مدينة مستقلة، حكومة عاطيهم حرية 100%. لكن الشيء اللي أسوأ دائما بيصير في اعتداءات واغتصابات داخل السجن او داخل هيدا الحي. في مرة طفل صغير انقتل، فشو عملوا السجناء؟ قتلوا هيدا المجرم بالضبط. والشيء اللي اغرب يا جماعة الخير، الحراسين كانوا يسمحوا للسياحين انه يدخلوا على هيدا السجن، يحضروا حفلات وهن عم يشربوا بالمقابل مال. وبس تقدروا تلاقوا هيدا الايموجي